السلام عليكم متابعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم. أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. لا تنسوا الاشتراك على قناة مفتاح الحياة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بالفيديوهات الجديدة أول بأول، وشير لتقاسم الفيديو فيما بينكم. في فيديو اليوم سأقدم لكم وصفة للتخلص من رائحة العرق الكريهة، وهي واحدة من المشاكل التي تسبب الإحراج للكثير من الناس، وتنتشر في السوق العديد من مضادات العرق أو مزيلات العرق، لكن لها عيوب كثيرة ومضرة للبشرة. منها أنها تسبب الحساسية، تسبب الجفاف للجلد، مع احتمال حدوث اسمرار للمنطقة، إضافة إلى أنها مليئة بالمواد الكيماوية المضرة بالصحة، إذ تعتمد في تصنيعها على مادة أملاح الألومنيوم، وهذه المادة مضرة جدا إذ تسبب إغلاق المسامات وتمنع التعرق. كما أن هذه المزيلات تمنع عملية تنظيم درجة الحرارة، حرارة الجسم. وبعض الدراسات أثبتت أن هذه المزيلات الكيماوية يمكن أن تسبب سرطان الثدي وكذلك سرطان الجلد، لذلك يفضل استبدالها بمزيلات عرق طبيعية وآمنة. اليوم سأقدم لكم مزيل عرق طبيعي بمكونات سهلة وبسيطة. المكون الأول وهو الشبة أو الشب. هذه هي أحجار الشبة أو الشب، وهي مادة شفافة كما ترون، تذوب في الماء ولها طعم حامضي مائل إلى الحلاوة. لدي أيضا جل الألوفيرا، يمكنكم استعمال أي نوعية وأي ماركة، المهم أن يكون جل ألوفيرا طبيعي 100%. وسأحتاج كذلك إلى بيكربونات الصوديوم، ثمنها ليس باهظا، تباع في الصيدليات. وسأحتاج إلى زيت عطري، لدي هنا زيت الخزامة، يمكنكم استعمال زيوت أخرى منها زيت النعناع البري، أو يمكنكم استعمال أيضا زيت شجرة الشاي، لكم الاختيار. إذن لنمر إلى طريقة تحضير الوصفة. إذن سأحتاج إلى إناء سأضع فيه مقدار ملعقة من الشبة المطحونة، مقدار ملعقة. الشبة تعمل على قتل البكتيريا المسببة للرائحة المنفرة. سأضيف إليها مقدار ملعقة أيضا من بيكربونات الصوديوم أو بيكربونات الصودا، كذلك هذه المادة تعقم. مقدار ملعقة أيضا، وسأضيف إليها ملعقتين من جل الألوفيرا. تعرفون مزايا وفوائد جل الألوفيرا أو الألوفيرا، فهي رائعة جدا للبشرة بحيث ترطب وتمنع جفاف البشرة، كما أنها مهدئة للجلد. سأضيف مقدار 3 ملاعق، ثم نخلط المكونات جيدا بهذا الشكل. ثم سأضيف زيت الخزامة، ونحرك جيدا. ثم نضيف مكون آخر وهو نشاء الذرة. سأضيف ملعقة كبيرة من نشاء الذرة إلى الخليط، ونحرك جيدا حتى نحصل على كريم متجانس. سأضيف المزيد لأني وضعت كمية أكبر من جل الألوفيرا، إذن مقدار
ملعقة ونصف تقريبا. سأخلط حتى أحصل على كريم متجانس. إذا هذا هو الخليط الذي حصلنا عليه كما تلاحظون. إذا هو خفيف بعض الشيء. يمكنكم إضافة نشا الذرة حتى تحصلوا على القوام الذي تريدون. أفضله هكذا لأني سأستعمله في علبة فارغة لمزيل العرق ذات الرأس الدوار. هكذا ستسهل عليكم طريقة تطبيق هذا المزيل. كما يمكنكم أيضا وضعه في علبة هكذا وتطبيقه باليد على منطقة الإبطين، لكن أفضل استعمال علبة مزيل عرق فارغة من الأفضل حتى يسهل تطبيقها. إذا هذا المزيل العرق الطبيعي رائع جدا، بحيث يمنع رائحة العرق الكريهة، إضافة إلى أنه يعمل على تبييض البشرة بطريقة طبيعية وآمنة. أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت إعجابكم. إذا أردتم الوصفات مكتوبة زوروا موقعنا مفتاح الحياة، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك. وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة.